السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا. كما عودناكم ديما بالفيديوهات الجديدة والوصفات الجديدة. وصفتنا لليوم خبزة محشية، لكن قبل ما نعطيكم الوصفة كالعادة ما تنسوش الاشتراك واللايك وشجعونا خلينا نكبروا القناة. بالنسبة للمكونات وطريقة التحضير، عندي طرف سكالوب، زدت معاها طريف بصل قصيته رونداليت باش نحط نقليهم مع بعضهم، ونزيد عليهم طريف ملح وطريف فلفل اكحل ونخليهم يتقلوا مع بعضهم. ما ننسوش نزيدوهم مغرفة صغيرة كركم. بعد ما حضرنا سكالوب البصل متاعنا وفوحناه، تو باش نمشوا لباقي المكونات. عندي بطاطا قليتها قصيتها رونداليت، وهذا سكالوب والبصل اللي حضرناه مع بعضنا. عندي صوص دي طوماط ولا صوص كاتشاب ولا هريسة، والا انتي الصوص اللي تحبي تحطيه. انا اخترت صوص كاتشاب. عندي هنايا جبن قصيته مربعات، وعندي اعظام مصموطة. وبالنسبة للبات متاعنا صبيت كاس حليب وكاس ماء وعظمة باكو خميرة وطريف سكر، وبديت نلم بالعجينة حتى نتحصلوا على قوام طري وتكون سلسة. وما نسوش اكيد الملح. تو باش نحي اكل الخميرة التخميرة متاعها ونعجنها، ونولي هذه العجينة متاعها. وتو باش نولي نحلها يعني تكون رهيفة، ما هيش رهيفة برشا وما هيش خشينة كيف ما تشوفوا. ونختاروا المول اللي تحبي تطيبي عليه. انا عندي المول هذايا. تو باش نولوا نحطوا الباطه هذيك فوق المول، لكن قبل كل شيء ندهنوه بالزيت وندروا عليه طريف جلجلين. كما تشوفوا كيفاش هيك حطيت الباط متاعي، وبيان سور خليت العجينه هابطه على الجنب باش نسكروا بها من بعد. بالنسبة لنا لطريقة الحشو متاعها، حطيت الصوص ومن بعد زدت عليه طبقة متاع بطاطا، حطيت السكالوب اللي حضرناه، زدت الجبن وزدت العظام وزدت غطيتهم من فوق باقي البطاطا اللي قعد لي. عندي هنايا كعبتين عظام خلطتهم بطريف كليل يعطي مطعم وقو باهي. زدت معاهم باكو خميرة حلو باش تتنفخلي ويجيني كطاجين من الداخل، ونحاول نوزعه على كامل البلاتو. وتو باش نبدا نرجعك العجينه اللي خليتها هابطه عن جنب بشوي بشوي لين نسكروا على الحشو متاعنا كما تشوفوا بالطريقه ذي. ونزيد نحلك العجينه في الوسط باش تعطيني الفورمه هذه وصفتنا لليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوش لايك والاشتراك وشجعونا خلي نكبروا قناتنا.